عمرك وقفت مع نفسك وسألت انا ليه مخنوق كده؟ ليه ساعات مشكلة واحدة بس تخلينا حاسين ان الدنيا كلها قفلت؟ حاجة مش عارفين نحلها، حاجة نفسنا تحصل ومش بتحصل، دعوة بقالنا فترة بندعي بيها ولسه مستنيين، ونفضل نفكر طب وبعدين انا هفضل كده لحد امتى؟ بس استنى، انت ليه مركز في اللي بيضايقك لدرجة انك نسيت تبص لحجم الدنيا حواليك؟ ارفع عينك كده للسما، شايف هي قد ايه واسعة؟ انت واقف في حتة صغيرة جدا من الدنيا، وشايل هم حاجة واحدة، وحاسس انها نهاية كل حاجة، مع انك اصلا مش عارف بكرة شايل لك ايه. ساعات بنكون عايزين حاجة جدا وندعي بيها كل يوم، ولما تتأخر بنبدأ نحس ان ربنا مش سامعنا. بس هو مين قال ان التأخير ده معنى الرفض؟ يمكن الحاجة دي لسه ما جاش وقتها، يمكن لو حصلت دلوقتي كانت هتأذيك، يمكن ربنا شايل لك حاجة انت اصلا مش شايفها، ويمكن بعد فترة تبص لورا وتقول الحمد لله انها ما حصلتش وقتها. احنا اصلا مشكلتنا ان احنا مستعجلين جدا، عايزين نفهم كل حاجة دلوقتي، وعايزين نعرف هننجح امتى، هنوصل امتى، هنشتغل امتى، حياتنا هتتظبط امتى. وكان لازم يبقى معانا إجابة، وكأن لازم يبقى معانا إجابة لكل حاجة، مع إن الحقيقة انت مش مطالب تعرف كل حاجة، انت مش مطلوب منك تعمل غير اللي عليك، وتسعى وتدعي، وبعدها تسيب الباقي على ربنا. انت مش متأخر، يمكن انت بس ماشي في طريق مختلف، ويمكن الحاجة اللي انت مستعجل عليها لو جت في الوقت اللي انت عايزه مش هتكون احسن حاجة ليك. عشان كده لو انت مضغوط، لو حاجة شاغلة بالك ومش عارف تعمل فيها ايه، اهدى، خد نفس، وصلي، وادعي، واعمل اللي تقدر عليه، وبعدها سيبها على ربنا. لان في حاجات مهما حاولت تتحكم فيها مش هتقدر، وفي حاجات تانية ربنا هيفتحها لك من مكان انت اصلا ما كنتش متوقعه. فما تقعدش طول الوقت خايف من بكرة، انت مش عارف بكرة فيه ايه، بس انت عارف مين اللي بإيده بكرة. فكل ما الدنيا تضيق عليك، افتكر انك مش شايف الصورة كاملة، يمكن اللي انت شايفه نهاية يكون بداية لحاجة احسن، ويمكن الباب اللي قفل كان بيبعدك عن حاجة مش ليك، ويمكن التأخير اللي مضايقك هو نفسه اللي هيخلي الحاجة لما تيجي في وقتها الصح. فلما تضيق والسماء واسعة، ما تستعجلش، ما تقارنش، وما تخافش من حاجة لسه ما حصلتش. اعمل اللي عليك،